السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم يا رب تكونوا بخير. اولا كل عام وانتم بخير، رمضان مبارك عليكم وعلى الامة الاسلامية كلها بالخير والبركات يا رب العالمين. ثانيا، الموضوع اللي هتكلم فيه تقريبا يعني اتكلمنا فيه وناس كتير اتكلمت فيه قبل كده، بس انا الفيديو ده اعتبروه كلام من القلب، وان شاء الله يوصل للناس اللي المفروض انه يوصل لها الفيديو ده، الناس اللي ناويه تسافر والناس اللي موجوده بره السعوديه واللي عايزه تيجي السعوديه. الموضوع اكبر مما الناس تتخيل. موضوع التاشيرات الحره والناس اللي لسه بتدور، كل واحد بيدور على تاشيره حره ويا ريته مهن عاديه، لا حتى كمان الناس اللي معاها مؤهلات عليا بتدور على مهنه، كل واحد بيدور على مهنه ان هو يجيب مهنه تكون سعرها رخيص ويسافر وتاشيره ويتوكل على الله وسفر والسلام. وللاسف الشديد كل الناس اللي بتسافر بنفس الوضع ده حاليا في الفتره دي، انا بتكلم حاليا في الفتره اللي احنا فيها ديت، والاوضاع غير مستقره، وكل حد بيجي بتاشيره حره بعد يومين بنلاقيه منزل بوست على الجاليه المصريه او على جروب العيله المصريه او على الجروبات اللي موجوده، يقول يا جماعه انا قاعد من غير شغل، يا جماعه انا مؤهل عالي ومش لاقي شغل، يا جماعه انا مهندس ومش لاقي شغل، يا جماعه انا معايا مؤهل كذا ومش لاقي شغل. للاسف الشديد كل الناس اللي موجودين في مصر اللي شغالين في موضوع التاشيرات ده، اللي بتجروا في التاشيرات، قلنا ما فيش حاجه اسمها تاشيره حره، مفيش تاشيره اسمها تاشيره كده تاشيره حره. التاشيره يعني فيزا، وفيزا يعني عقد، يعني انت مسافر على عقد عمل، انما تاشيره حره انت بتسافر على حد بيبيع لك تاشيره. وللاسف الشديد الناس اللي موجودين هنا هم اللي بيساعدوا الناس اللي موجودين في مصر او غيرها ان هم بيسافروا بنفس الوضع ده. للاسف الشديد محدش بينبه حد على الموضوع ده، للاسف الشديد بتحصل مصايب بسبب الموضوع ده، اللي سواء في مصر او اي دوله تانية اللي بيبيعوا التاشيرات بيبيعوا له الوهم، بيبيعوا له هتروح هناك وتلاقي شغل والدنيا والامور حلوه، واللي انت هتدفعه دلوقتي هتحصله في شهر، هتحصله في شهرين. وللاسف الشديد مفيش حاجه من ده بتحصل، مفيش حاجة من ده بتحصل. عشان قلنا يا جماعة الناس اللي تسافر على عقد عمل، الناس اللي عايزة تسافر تكون مسافر على عقد حتى لو الراتب قليل. طبعا ما بنقولش ان حد يبخس حقك او يبخس خبرتك او يبخس دنيتك، انت دور على عقد يكون مناسب ليك او شركة تكون محتاجة المؤهل بتاعك او الخبرة بتاعتك وسافر عليها. انت هتسافر عليها احسن من انت بعد ما تيجي هنا تقعد يوم واثنين وشهر واثنين وسنة وتقول انا قاعد من غير شغل ومش عارف اصرف، وعندي بيت وعندي زوجه وعندي اولاد وما انيش عارف اصرف عليهم، وانا جيت هنا ساعدوني يا جماعه الاقي شغل. احنا ما بنقولش لحد تعالى ومحدش هيساعدك، بس كل واحد فيه اللي مكفيه. اللي بتيجي هنا كل واحد عنده ظروفه وعنده وضعه. انت جاي من بلدك لازم تكون جاي على عقد، ما تكونش جاي تتكل على حد. واللي بيقول لك انا هاجي تاشيره حره وليا ناس قرايبي وهيساعدوني والوضع ده، ما فيش حد هنا قادر يساعد نفسه. في ناس من المقيمين مش اللي لسه مسافرين، ناس مقيمين وقاعدين من غير شغل، اوضاعهم غير مناسبه، الوضع بتاعهم الوضع الحالي غير مناسب تماما. فاي حد يقول لك تعالى وانا هظبط لك امورك وبعدين تيجي تاخد مقلب هنا، لا. فعلشان ما تقعش في الوضع ده، والناس اللي قاعده بجد والله العظيم الناس قاعده بتشتكي وناس قاعده بتبكي والناس قاعده بتبكي فعليا، الناس قاعده بتبكي من الوضع والظروف. واحنا دخلنا على موسم، دخلنا على رمضان وبعد منه العيد الصغير وبعد منه العيد الكبير، والشركات ما فيش حد بيطلب وظيفه او بيطلب عمل. فعلشان الناس اللي بتفكر تسافر، قلنا مليون مره يا جماعه الخير ما تفكرش انك تسافر وخلاص، ما تطلعش بيقول لك انا نار الغربه ولا جنه بلدي، لا انسى القصه دي خالص. لا نار بلدك ولا جنة الغربة، انت قاعد في بلدك وسط اهلك، ما انتاش محتاج تدور تقول لحد اديني، انت قاعد على الاقل قاعد في وسط اهلك، يوم ما تطلب حاجة بتطلبها وانت وسط اهلك، ما انتاش متغرب. للاسف الشديد الاوضاع كل مدى بتسوء، ونتمنى من الله العلي الكريم ان الاوضاع تتحسن علشان الناس اللي بتدور على لقمه عيش، وكلنا بنسعى على لقمه عيش بس بالوضع الصح. البلد هنا بتحارب،
البلد والحكومه هنا بتحارب الناس اللي بتيجي على غير كفيلها، او لو بتشتغل على غير كفيلها، وخاصه الناس اللي جايه على تاشيرات حره. انت جاي على واحد يا اما هو عارف الوضع وسايبك جاي على كفيل ومفكر ان هو هياخد منك حق التاشيره بنظام بيع تاشيرات وكلام من ده، ولا في دماغه انت هتعمل ايه. كل اللي يهمه انت تيجي يقول لك بعد شهر بعد 2 بعد ما يبيع لك التاشيره يقول لك يلا يا حبيبي شوف حد ينقل عليه كفاله، او شوف لك حد يشتغل معاه علشان يا اما هتشتغل يا اما هعمل لك خروج نهائي. مفيش حل. وبعد شهرين 3 تلاقي نفسك متبلغ عنك هروب، او كفيلك عامل لك خروج نهائي، او الوضع ده هتلاقي نفسك اتورطت للاسف الشديد. وفي ناس ما بتكملش 3 شهور والكفيل بتاعها او اللي جاي عليه او اللي شاري منه تاشيره تلاقيه عمل له خروج نهائي وهو ما كملش، ومن حقه ان هو يعمل له خروج نهائي في ال3 شهور قبل ما يطلع لك الاقامه بتاعتك قبل ال3 شهور. فتلاقي نفسك اتورطت، ولا انت عارف تاخد حق من اللي انت وصلت عنده هنا في السعوديه، ولا انت عارف تاخد حق من اللي هناك يقول لك انا ماليش علاقه، انا مش هشغلك، انت اشتريت مني تاشيره ماليش ملزم بيك. فهو بيعمل لك البحر طحينه لغايه ما ياخد منه مصلحتك، لغايه ما ياخد منه ياخد مصلحته منك للاسف الشديد، وبعدين ما تعرفلوش طريق. فيا جماعه الخير والله العظيم انا هوريكم بوستات دلوقتي في اخر فيديو، هنزل لكم بوستات بوست من الناس اللي بتنزلها. الكلام ده امبارح واول كل يوم بوستات جديده بتنزل. اللي يسافر على عقد، حتى لو هتقعد في بلدك، خاصه اللي شغال في مصر او شغال في الدوله بتاعته او شغال في بلده. انت شغال وقاعد مستقر، عارف تظبط وضعك، عايز وضع احسن، عايز ظروف احسن. بس للاسف الشديد ما تسافرش هوجائي، يا تسافر على عقد يا تخليك وسط عيالك لغايه ما ربنا ييسرها وتلاقي حاجه مناسبه ليك. للاسف اللي بيحصل هنا اكتر مما تتخيل. يعني الوضع والظروف اللي انتوا بتشوفوها هنا اكتر من اللي انتوا بتخيلوها. محدش بيحكي، في ناس ما بتحكيش الوضع، محدش بيقول لك على الحقيقه، محدش بيقول لك تعالى. اللي انت هتقول له انا عايز اسافر، محدش هيقول لك ما تسافرش، ليه؟ الارزاق على الله. بس محدش بيقول لك لا انت لازم تيجي تسافر، ولازم تيجي تشوف الوضع، لازم تيجي تشوف الظروف. للاسف الشديد محدش هيقول لك على الوضع. وانا والله مش موضوع فيديوهات، وانا بقول لك الفيديو ده وصله للناس، وصله اللي عايز يسافر. يوم ما تفكر سافر على عقد، حتى لو راتب قليل، بس انت اسمك جاي على شغل، مش هتتمرمط في شارع. في ناس بتيجي هنا يقول لك انا مش لاقي حد اقعد عنده، انا مش لاقي اسكن عند حد. ليه توصل نفسك المرحله ديت؟ فللاسف الشديد يعني احنا في شهر كريم، والله ده دعوة من القلب، ربنا يصلح حال كل واحد. بس اما تيجي سافر على عقد. مفيش حاجة اسمها تأشيرة حرة، اسمه عقد عمل. تيجي متعاقد على شغل، تيجي من بلدك، تيجي تلاقي حتة تقعد فيها، تلاقي سكن تسكن فيه، تلاقي حد تشتغل مباشرة، ما تدورش على شغل. فيا ريت الفيديو ده وصلوا الفيديو ده للناس والله من القلب، والله كلام من القلب، وان شاء الله يوصل لقلوب الناس، اللي خاصة الشباب اللي عايز يسافر. فكروا يا جماعه قبل ما تسافروا مليون مره. يعني المفروض ان الكلام في الموضوع ده المفروض يكون انتهى، والمفروض ان احنا ما نكرروش تاني. هوريكم بوستات، ويا ريت حتى يعني انت شاب بتسافر وتسيب ابوك وامك يدوروا لك على شغل ويقعدوا ينزلوا بوستات على الفيس ويقول لك ابني قاعد من غير شغل، شوفوا لي شغل. يا جماعه الخير ما توصلوش الناس المرحله ديت. فكر قبل ما تسافر. المفروض ان في حد ينبهك، حد يدلك. فده الفيديو ده تنبيه للناس، تنبيه للشباب اللي عايز يسافر. يا ريت اللي يشوف الفيديو ده اعملوا له لايك علشان يوصل للناس، وارفعوا الفيديو ده، اعملوا مشاركات للفيديو ده عشان يوصل للناس اللي محدش بينصحها او محدش بيدلها. وشوفوا البوستات اللي جايه دي اللي انا هسيبها لكم، شوفوها واتمعنوا فيها، وازاي اب عمال بيدور لابنه على شغل، ام عماله بتنزل البوستات وتدور لابنها على شغل. احنا ما بنقولش ده عيب ولا حرام، بس ليه انت تسافر وتخلي ابوك وامك قلبه مش شحتف عليك وانت في الغربه؟ ما توصلوش الناس الوضع ده، ما توصلش ابوك وامك الوضع ده، ما توصلش نفسك الوضع ده، ما توصلش زوجتك وهي قاعده هناك عماله تدور لك على شغل. لا، سافر وانت متعاقد على شغل علشان ربنا ييسر الامور للجميع. قبل ما تقفل الفيديو اتمنى ان انت تعمل مشاركه الفيديو ده على اي جروب بتشوفه الناس اللي بتسافر، واعمل لايك للفيديو عشان يوصل للناس. وشوف البوستات اللي جايه دي هتعرفوا ان الكلام اللي انا بقوله كلام صحيح. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.